في علامات لإدراك ليلة القدر، لكن من حكمة الله أن العلامات بعدية وليست قبلية. يعني ما في علامات قبل ليلة القدر الليلة ليلة القدر يلا استعد، لا، العلامات تجي عقب. إما أنك يضيق صدرك تقول أفا البارحة والله قاعد طالع المباراة، أو تفرح أنك تقول الحمد لله هذه علامة من البارحة وكنت أصلي، كنت أذكر، كنت أدعو، كنت كذا. والعلامات تنقسم إلى قسمين: علامات ثابتة يعني متفق عليها من هنا، وعلامات يعني غير متفق عليها. العلامة المتفق عليها هي خروج الشمس صفراء، أن في صبيحتها يعني من باكر تخرج الشمس صفراء، يعني تقدر تشابسها الشمس. بعض علاماتنا ليلة القدر لا حارة ولا قارة، جوها يكون لطيفا، وغير ذلك من العلامات. لكن العلامة المتفق عليها طلوع الشمس في صبيحتها يعني بيضاء. فحنا نحرص أن كل ليلة من ليالي رمضان خاصة العشر الأواخر نكثر من الدعاء، نكثر من قراءة القرآن. فإذا قدر الله وصادف إحدى هذه هي ليلة القدر لن أدرك، التمسوها في الليالي الوترية في 21 23 25 27 29. أقسم بالله أن ليلة القدر هي ليلة 27. لا تتحمس تقول وش فيك تفتي، هذا مو كلام، أنا قاعد أنقل كلام أبي بن كعب رضي الله عنه. جاء في صحيح مسلم أن أبي بن كعب قال: والله إني لأعلم أي ليلة هي ليلة القدر، إنها الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، ليلة 27. وجاء في حديث عبد الله بن عباس والحديث في المسند، وقال ابن رجب إسناده على شرط البخاري، أن رجلا شيخا كبيرا عليلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله إني رجل كبير شيخ يشق عليك القيام، فمرني بليلة ركز أقوم فيها توافق لا توافق ليلة القدر. فأمره بقيام ليلة 27. بل جاء عند ابن أبي شيبة بسند صحيح أن عمر بن الخطاب وحذيفة بن اليمان كانوا لا يشكون أن ليلة القدر هي ليلة 27، ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر وأبي بن كعب وحذيفة وعائشة ومعاوية أبدا. بل بوب المنذري والقرطبي فقال: باب ليلة القدر هي ليلة 27. والقول بأن ليلة 27 هي أرجى الليالي هو قول عامة أهل الكوفة، وعلى رأسهم سفيان الثوري، وبه قال أكثر الحنابلة، وذكره أيضا الإمام إسحاق بن راهويه. بل جاء في المسند وعند أهل السنن بأسانيد صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالصحابة ليالي كثيرة، 3 ليالي من هذه طول فيها مرة. قال بعض الصحابة: حتى خشينا أن تفوتنا أكلة السحر، يعني تخيل لين السحور قاعد إيش يقوم فيهم. فهذه الليلة لا تفوت أبدا. طيب إيش المطلوب مني؟ المطلوب منك إنك تنقطع عن الدنيا بالكلية، إنك تدخل إلى معتكفك، إلى مصلاك، إلى خلوتك من بعد المغرب إلى الفجر. وما يدريك أنك تدخل في هذه الليلة محمل بالخطايا والعصيان، فيطلع الله على ذلك القلب المنكسر المعترف المتضرع المملوء هما وغما وذنبا، فتخرج من هذه الليلة صفر الهموم والغموم، بل تخرج منها كيوم ولدتك أمك، لأنه نزلت عليك المغفرات التامات والرحمات والبركات التي ما لم تخطر لك على بال. إذا وقفت بين يدي الله في هذه الليلة قل بقلب صادق: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يطلع الله على قلبك فيجد هذا القلب قد تذلل انكسر. يقول ابن القيم: ولا شيء أحب إليه الله سبحانه وتعالى من تذلل عبده بين يديه، فيها يفرق كل أمر حكيم، تكتب الآجال والأرزاق والخير والشر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.